وأكثر بلد ارتحت فيه من بلاد العرب، أقول من بلاد العرب قيد هذا هي مصر. شعبها طيب، شعب ودود، يحبون الغريب حقيقة ويحترمون الغريب، بل الغريب يعيش كما يريد، لا أحد يتدخل في حياته، تلبس ما تشاء، تفعل ما أحد يقترب منك، وشعب طيب جدا. وهذه مرات كثيرة جدا وأنا في الشارع أسأل الشخص المصري وقد يكون جاوز 80 أين المكان الفلاني، فيصر إلا أن يأخذني بنفسه. فهذه العادة حقيقة موجودة عند المصريين وهي عادة حسنة. الغريب يحترمونه ويساعدونه، الناس جميعا إذا الإنسان يحتاج إلى مساعدة الناس يفزعون من كل مكان إلى مساعدته. لهم عادات كثيرة طيبة. يعني بعض الناس ربما أخذ نظرة عن المصريين من خلال المسلسلات، وكذا خطأ، يعني حقيقة لا يوجد شيء للواقع. يعني المسلسلات والأفلام تخالف حياة مصر تماما. منها مثلا قلت الحجاب، مصر أكثر بلد فيه حجاب، والمسلسلات والأفلام صورت لنا مصر على أنها بلد يعني الكشف والسفور والعري إلى آخره. من العادات اللطيفة التي وجدتها في مصر عند جميع المصريين، والحقيقة هذه من آثار الإسلام العظيم. هذه عادة جميلة لم أجدها إلا في مصر، أنا لم أجدها، قد تكون موجودة لكن لم أراها إلا في مصر، وقد أعجبتني كثيرا. وهذه العادة موجودة عند عوامهم وعند علمائهم، عند صالحيهم وعند فساقهم أيضا. ما هي هذه العادة؟ إذا ما أراد أحدهما أن يودع الآخر إلى سفر أو إلى مهمة أو إلى مكان بعيد، يقول أحدهما لا إله إلا الله، فالثاني يجيب محمد رسول الله. كنت أسمعها كثيرا ما كنت أفهمها، حتى علمت ماذا يريد المصريون بهذا. يريدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا يفترقان. فهذا إذا قال أحدهم لا إله إلا الله وقال الثاني محمد رسول الله، فهذا من التفاؤل أنهم يجتمعان، لأن لا إله إلا الله لا تفارق محمد رسول الله. فمن آمن بالله لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا اتبع سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. فهذه من العادات الجميلة حقا.